كل الشكر والتقدير لك ضيفتي الغالية أستاذة أسطورة على هذا الحديث الجميل والممتع عن التراث الإماراتي الذي فعلا نقلنا عبر الزمن وعشنا من خلاله روائح الأكلات الشعبية وإيقاعات الفنون الجميلة. تراثنا هويتنا، ومهم جدا أن نحتفظ فيه وننقله للأجيال القادمة بكل حب، بكل اعتزاز وأمانة. نورتينا اليوم ونتمنى أن نراك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. أنا أشكرك أيضا على استضافتك الجميلة هذه، وأقول سلام للإمارات، سلام لرايتها، سلام لشعبها وقيادتها، ولوطن أدرك من البداية أن الاتحاد وأن التراث إرث يحفظ، والمستحيل هو مجرد كلمة لا يعرفها أهل هذه الأرض. شكرا جزيلا لك، كل عام وأنتم بخير. حياك الله ضيفتي الغالية. ابقوا معنا عبر أثير إذاعتنا هنا الإمارات لنكمل معكم برنامجنا الإذاعي، ولكن بعد هذا الفاصل. من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس. قلت الكثير وتمنيت الكثير، فربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم، كثر ما حصل وأكثر. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعتنا هنا الإمارات. والآن وبعد هذا الحديث الذي حمل بين طياته معاني الفخر والانتماء، نصل الآن إلى اللحظة التي ينتظرها الجميع، لحظة نفتح فيها المجال للفرح أن يعلو وللكلمات أن تعبر بكل محبة عن هذه المناسبة الغالية. فالتهاني هي صوت المشاعر وصدى الاحتفال الحقيقي الذي يعيش في قلوبكم. من هنا نبدأ معكم استقبال التهاني لنستمع إلى مشاعركم الصادقة وكلماتكم الجميلة في هذا اليوم الوطني المميز. وعاشت الإمارات. تفضلوا حياكم الله.
أسعد الله مساكم بكل خير وطيبة، وأسعد الله أرض الإمارات دار زايد الخير. الله يجعلكم بألف خير من سوريا العز وأرض الياسمين وسوريا الحرة الذي دامت دائما على الكرامة والعزة، فصاغت من بلاد دار زايد إلى دمشق العروبة. نقدم التهاني من الشعب العربي السوري إلى أخواننا في دين الله والإسلام وعزة الله عز وجل. تهاني وتبريكات للوطن الغالي أرض الإمارات العربية المتحدة. دمتم شعبا وقيادة بألف خير وسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا العنود بنت المملكة الأردنية الهاشمية، أهنئ باسمي وباسم شعبي لدولة الإمارات العربية. أتمنى لكم في هذا اليوم الوطني الإماراتي سعادات تملأ حياتكم بالخير والازدهار، وأتمنى لكم يوم وطني سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمينة من الجزائر، أحب أهنئ الشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني للدولة الإماراتية العربية المتحدة. أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الراشدة والشعب الكريم. هذا اليوم المبارك يجسد ملحمة الاتحاد ويعكس مسيرة العطاء والإنجازات التي جعلت الإمارات منارة للتقدم والازدهار. نسأل الله أن يديم على الإمارات الأمن والأمان، وأن يبارك في شعبها الوفي ويزيدها رفعة ومجدا بين الأمم. اللهم احفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا، وأدم عليهم نعمة الأمن والأمان وازدهارا رفعة وازدهارها، واجعل مستقبلها مشرقا بالخير والبركة، ووفقها لما تحب وترضى، واجعل أيامها عامرة بالإنجازات والسعادة. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي. من الجمهورية اليمنية معكم الأسطورة، أقول لكم في هذا المساء مساء يتدلى من أفقه الهادئ عبير عيد، فيغمر الأرواح بنعومة تشبه ملمس الحرير وبهاء ينساب كالموسيقى في دروب القلب. في هذا المساء المترف بالسكينة تتفتح الأمنيات مثل أزهار بيضاء في حديقة، تنصت لخطوات النسيم، تتباهى السماء بثوب من نجوم خجلة كأنها تحتفل بهذا اليوم بلمعة لا تشبه سواها. مساءكم قصيدة جمال وقلوبكم حدائق فرح، وأيامكم معلقة على أجنحة الدعاء حيث لا يعبرها إلا كل جميل. مساء يمر على القلوب كنسمة من نور يوشع هذا الليل ببهاء عيد الاتحاد، فيتدلى الفرح من نجومه كعناقيد ضياء لا تنطفئ في هذا المساء المهيب. تتهادى الأمنيات مثل طيور مهاجرة تبحث عن قلوب نقية لتحط عليها، وتهمس الأرواح بدعاء دافئ يملأ الدنيا طمأنينة. فيا لروعة هذا اليوم حين يوقظ فينا سلاما يشبه المطر الأول، وحين يفتح للفرح النوافذ الجديدة لتطل على غد أجمل. ومن هنا من أرض اليمن من أهل الحكمة واليمان أبعث إليكم مع نسمات الليل الهادئة أجمل التهاني والتبريكات لكم يا أهل الإمارات العربية بمناسبة عيدكم الجليل. أسأل الله أن يجعله عيدا اتحاديا لدولتكم دائما وأبدا، وكل عام وأنتم بألف خير وتقدم يا أبناء زايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم شريف من جمهورية مصر العربية، جئت مرسلا ببرقية تهنئة بكل الحب والإخوة إلى بلدي الثانية دولة الإمارات العربية الشقيقة والشعب الإماراتي الحبيب. فاليوم يوم اتحادكم، وفي الاتحاد دائما يكون القوة والعزة. دمتم يا شعب الإمارات ودام اتحادكم.
ومن مجد إلى مجد يا أرض الطيبين. وإليكم بعض الكلمات التي تصدر من قلبي أنا شريف إلى قلوب الشعب الإماراتي جميعا. دامك يا إمارات بلد العزة والشهامة، فأنت معروفة وسط البلاد بالفخامة، وفيك رجال وضعوا في كل مجال علامة، ففيك الحبيب والرفيق، وبيدك أنت رسمت الطريق، وفي كل إمارة علامة لعزك، وفي اتحادك قوتك ومجدك. فعشت يا إمارات وعاشت أرضك وشعبك في عزة ومحبة لآخر الطريق. اللهم اجعل الإمارات وشعبها دائما من تقدم ورخاء إلى تقدم أكثر. عاشت الإمارات وعاش الشعب الإماراتي، يد واحدة وقلب واحد، دائما في تقدم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عذاري من المملكة العربية السعودية. السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، من ديار السعودية، من ديار السعودية الغلاساق بردية، للإمارات والحاكم تهنئة نارها حية، من مملكة سلمان بن عبد العزيز لدياركم يا عيال زايد من غلا. جينا على الميعاد والوقت الوجيز، نرفع علمنا مع علمكم للعلا، دون الحمى يوم احتمى الوقت الشديد، جنودكم تقف بصف جنودنا، من عاش بعز والميت شهيد، من دون حد حدودكم وحدودنا، يا أبو ظبي سيري وعزك ينضمن، مستقبلك فوق العلوم الجيدة، عن سيدي سلمان ومحمد وعن شعب مشى على مماشي سيدة. عاشت الإمارات وعاش شعبها وعاش أبطالها. اللهم احفظ الإمارات وسائر بلاد المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. هذه تهنئتي للإمارات العربية المتحدة، وشكرا. ودمتم بخير يا شعب الإمارات، وعز وفخر. من أرض ليبيا الحبيبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى اتحادكم المجيد. هذا اليوم الذي صنع بداية من نهضة عربية تفتخر بها الأمم. في مثل هذا اليوم اجتمعت القلوب قبل الآيات، وارتفع حلم الاتحاد ليصبح واقعا يضيء الخليج والعالم، ويصنع للإمارات مكانة شامخة بين الدول. نبارك لكم مسيرة العطاء التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، والتي واصلتموها بإصرار وطموح لا يعرفان المستحيل. ليبيا تحتفي بكم اليوم وتشارككم الفخر بما صنعتموه من نجاح، وتقدم لكم الدعاء بأن يديم الله على الإمارات نعمة الأمن والازدهار، ويجعل أيامكم أفراحا وأعياد. كل عام وأنتم قادة مستقبل عربي يليق بأحلامنا جميعا. السلام عليكم، أنا حوري من العراق. من قلبي إلى قلب الإمارات، يا أرض الخير والعز، يا وطن السعادة والفخر. من عراق المحبة أهدي إليكم أحر التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة اليوم الوطني لدولتكم العزيزة. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام ورايتكم ترفرف شامخة بين الأمم. كل عام وشعب الإمارات الكريم يعيش بأمان وسلام وازدهار. نتمنى لكم الفرح الدائم والعزة المستمرة والمحبة التي تجمعكم دائما في الخير والوفاء. دعائي لأهل الإمارات: يا رب يا رحمن احفظ أرض الإمارات وأهلها من كل شر.
وأغمرهم بالأمان والسعادة والرخاء. بارك لهم في قيادتهم وفي شبابهم، وأرزقهم عزا دائما وازدهارا متواصل، واجعل وطنهم منارة نور وفخر بين الأمم. يا رب اجعل أيامهم أفراحا ومسرات، وقلوبهم مليانة محبة ووحدة، ودامت الإمارات أرضا خيرا وكرم وعزة. من حوري بنت العراق، وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا روما من المغرب العربي إلى دار زايد الإمارات العربية المتحدة، وإلى شعب الإماراتي أهنئكم بمناسبة العيد الوطني. أتمنى لكم التقدم والازدهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ريهام من سلطنة عمان. أحب أهني الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 54. أسأل الله أن يحفظ هذه البلد حكومة وشعبا ويديم عليهم النعم، فكل عام وأنتم مصدر الفخر والعطاء، وكل عام والإمارات في عز ورخاء واستقرار وأمن وأمان، وشعبها في خير وصحة وسلامة، وكل عام وانتم بخير. وبهالمناسبة حابة أني أهدي الإمارات قصيدة. من سلطنة قابوس إلى 7 الديار، شعب الإمارات الشقيقة خوتنا، نبعث تحية جار مخصوصة للجار، ونبعث تهانينا بأعلى صوتنا، نبعث تهاني شروى هطل الأمطار، جود ومروة وهم سندنا وهلنا، زمط الإمارات بعيدك على المدار، عساكم في كل عام بمسرات وهنا، يا حروفي انسجي أجمل مسار، وارسمي الفرحة بعيد جيراننا، عاشت 7 الإمارة في عمار، بنعمة من المولى وحكمة ربنا، دمت يا سعادة وازدهار، ربي يحفظك من المخاطر في الدنا، يا دار زايد حستي عزة وافتخار، وعيادكم أعياد كلها عندنا، من دار قابوس المعظم باقتدار إلى دار خليفة يا شعار، وفي معزة داركم هي عزنا، سلام يا دار الإمارة سلام حار، من نبع الحضارة عمان بلادنا، إلى الإمارات الحبيبة وباختصار، دمت يا جارتنا وعيدك عيدنا، في عيدهم بكتب بعزم وباقتدار، حنا قلب واحد ودمهم هو دمنا، والسلطنة في عيدها تعلن شعار، ويا رب دايم هالمخوة بيننا، برسل تحية إلى طويلين العمار، إلى دار بو زايد نهني شيوخنا، الشور واحد لن تلاقينا بحوار، أسلوبهم يشبه مثل أسلوبنا، وتزهى رؤوس رجالنا بغترة ومصار، والصقر والخنجر شعار شموخنا، حن كلنا نبني الأخوة ولا نبني علاقة جار، الشيخ خليفة شيخنا وقابوس هو سلطاننا، برسل تهاني معطرة من مسندم لي ظفار، لشعب الإمارات الوفي ود الأخوة بيننا. يا ديارنا مضيئة ولنا أهل فيها، دايم بحفظ الله وعين الله تحميها. يا خوي يا جاري ديارك دياري، ما بيننا فاصل وانت
ولد عمي، انت ترى عماني وانا اماراتي، لافراحك نغني لاعيادك الورد ذا واصل للامارات مني، ابرسل فوق تحياتي. حفظ الله وعين الله تحميها، فيها نقش زايد 7 قلوب وحب، من بعدها عياله ساروا في نفس الدرب. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بكل المحبة والامتنان نتقدم بخالص الشكر لكل من تقدم بالتهاني في هذه المناسبة العزيزة. لقد زينتم هذا اللقاء بكلماتكم الصادقة. شكرا لصدق مشاعركم، شكرا لحضوركم الذي منح المناسبة قيمة مضاعفة. دامت تهانيكم عنوان ألفة، ودامت الإمارات تجمعنا على الفرح والخير والبركة. والآن نصل إلى لحظة مميزة تضيء هذه الأمسية الوطنية بكل فخر واعتزاز، لحظة نستقبل فيها شخصية لها حضورها وتأثيرها وكلمتها التي تصاغ دائما بحب كبير لهذا الوطن المعطاء. إنه الرجل الذي ما حضر إلا وأضاف، وما تكلم إلا ولامس القلوب بحكمة حديثه وصدق انتمائه. يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل الوكيل الشرجاوي ليشاركنا كلمته في هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا، كلمة نثق بأنها ستجسد روح الاتحاد وتعكس مكانة الإمارات وإنجازاتها. فليتفضل، وكلنا آذان تنصت وقلوب تفتخر وتصفيق يرحب بهذا الحضور الكريم. الأستاذ الشرجاوي، حياك الله وأسعد الله مساءك بكل خير. تفضل. وأسعد الله مساءكم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أقول غير تعجز الحروف أنها تترتب على شكركم ووصف مشاعركم الصادقة الجميلة اللي أبدعت وأتقنت. في كلمة عربية تقال كفو عليكم، ولكن أنتم كنتم أعلى من كلمة كفو. الصراحة يعني الشيء الملفت في الموضوع اليوم الوطني أن كل الأوطان تحتفل بالوطن، والاحتفال هذا هو احتفالهم هم. والدار زايد دار الجميع، يعني هي داركم قبل أهل الدار. وكلمة بقولها، الحمد لله أني إذا بتكلم عنكم أتكلم عنكم بافتخار. أنتم من نفتخر فيه في كل مكان. مجموعة من كل الدول تتحدث بأساليب طيبة. ما نقول غير الله يجمع شمل الدول العربية على كلمة الحق، ويبعد عنهم الفتن، وتجمعهم المحبة، ونكون كلنا على قلب واحد. الإمارات وطن عربي، والأوطان العربية هي الإمارات كذلك. جزاكم الله خير.
بكل الامتنان والتقدير نتقدم بالشكر للوكيل الشرجاوي على كلمته الثرية. لقد منحنا خلال حديثه جرعة فخر جديدة، وأعاد إلى قلوبنا معنى الانتماء لهذا الوطن الذي يكبر بنا ونكبر به. شكرا جزيلا لحضورك ولعمق عباراتك ولإخلاصك الذي لمسناه في كل كلمة نطقت بها. شكرا لوفائك الدائم لوطنك وحرصك على أن تكون جزءا من كل لحظة ذي مجد تكتب للإمارات. حياك الله. والآن نذهب وإياكم إلى فاصل، وأبقوا معنا. سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي. سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك اجداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد اسد مغوار، وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي. سما الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك اجداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد اسد مغوار، وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي. سما الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك اجداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد اسد مغوار، وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي. لابو خالد غلا عارم دارانا الصارم البكار، حبيب الشعب يحل الصعب، وحبه حبه في الخافي، ناظرته بعيد وله تسديد على التأكيد بالاخبار، ولا من قال هو يفعل ولا يقبل من خلافي. لابو خالد غلا عارم دارانا الصارم البدار، الشعب يحل الصعب، وحبه حبه في الخافي، ناظرته بعيد. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجنا الإذاعي من إذاعة هنا الإمارات. لقد كانت حلقة حملت بين طياتها حضورا جميلا وأصواتا أثرت المسامع قبل القلوب. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيوفنا الذين أمتعونا بفكرهم وحضورهم: الشاعر حاتم، صوت الكلمة الراقية وإحساس الحرف العميق، الشريف بما قدمه من رؤية واعية وكلمة نابضة بالحكمة، الأسطورة التي أضفت على فقرتنا حضورا واثقا ولمسة لا تنسى، الوكيل الشرجاوي الذي كان كلامه خارجا من القلب ووصل إلى أعماق قلوبنا جميعا. كما نشكر كل من شارك معنا وكل صوت مر عبر أثير إذاعتنا اليوم. شكرا للجمهور الكريم وللمستمعين الذين منحوا برنامجنا حياة وبهجة. إلى هنا نطوي صفحة هذا اللقاء، لكننا لا نودعكم بل نعدكم بلقاء جديد يحمل المزيد من الإبداع والمتعة. دامت الإمارات وعاشت، وكل عام وهي وأرضها بألف ألف خير. دمتم بخير ودامت أصواتكم
تضيء أثيرنا دائما. بنتي خلص الحفل؟ أيوة ما خلص الحفل، هو عليته ما خلص. بصراحة الحفل كان مرة يشرح القلب، حسيت بالفخر وأنا أشوف كل هالاحتفال والتطور. الله يحفظ الإمارات ويحمي شيوخها، من يومهم هم يرفعون الرأس ويزونها بلاد وأهلها. إن شاء الله دوم أفراح يا إماراتنا، ونظل نحتفل كل سنة بالعز والمجد. آمين يا رب. يكبر حب هالوطن في قلوبكم مثل ما كبر في قلوبنا. حبيبتي تصبحين على خير، وحب الإمارات في قلبك دايم. أهل الخير ما تصبحين على وطن يفتخر فيه الجميع. السلام عليكم ما. الآن وبكل فخر واعتزاز وبكل نبضة ولاء تنبض في القلوب لهذا الوطن الشامخ، نفتح الآن نافذة جديدة من عبق الاتحاد لنستمع لصوت يشبه الأمل ويحمل بين حروفه حب الإمارات في يومها الوطني المجيد. نرحب بكم بزهرة من زهرات هذا المساء، حضورها أناقة وكلماتها ولاء، لتكون معنا المتألقة أميرة التي ستأخذنا في رحلة قصيرة بين الإمارات وإنجازاتها وروحها التي لا تقهر. فلتتفضل أميرة ولتبدأ بسم الله، ولتهدي الإمارات في عيدها الوطني كلمة تليق بمجدها. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب
وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأسكتت فصاحته الفصحاء، وأدهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية. هو شفاء الصدور والحكم العدل، السلام الأكملان الأتمان على أفصح من نطق بالضاد، وأفضل من أوتي فصل الخطاب وجوامع الكلم، سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صاحب المقام المحمود والحوض الممدود، والمهتدى بهديه واستنى بسنته. فأهلا وسهلا بالجميع، وأحيي الجميع في هذه الوكالة الرائعة، وكالة الذئاب، برعاية كل من هو جميل في هذه المجموعة الرائعة. وأشكر كل من سهر على هذا الحفل وهذه الكلمات الراقية التي أخذتنا إلى بلدان بعيدة وعرفتنا بأشياء جميلة لم كنا نعرفها من قبل. أشكر كل من شارك وكل من ساهم وكل من سهر على هذا الحفل الجميع، ونقول هلت الأنوار وغردت الأطيار. نشكر كل من ساهم في هذا الحفل فيما هو جميل وساطح. إذن فأحييكم بالورود العطرة التي تفوح بأحلى العطور، وما كتبت الأقلام من كلمات، فنحن لا نوفي مهما مدحنا أو تكلمنا، فلا نوفي فيكم، ونقول نحن أسعد الناس بمعرفتكم. فأهلا بكم كعطر فواح ينشد الشذا في الأجواء. ونشكر الله عز وجل الذي جمعنا ودائما يجمعنا في المناسبات السعيدة، ويجمعنا بالناس الطيبة على الخير. ونحن اليوم نجتمع على مناسبة جميلة جدا التي هي الاتحاد الوطني الإماراتي، التي هو بلدنا وبلد الإسلام وبلد العز، وكلنا نفتخر بالعروبة. وأنا جئتكم من بلاد المغرب، أميرة تأتي من بلاد المغرب لتحيي أهل الإمارات وتقول كلمة في حق الإمارات، ونحتفل مع الإمارات في هذا الحفل الجميل الذي يحمل معاني كثيرة جدا. وأقول رايتي رمز الإسلام، أنا العرب وأصل العروبة بلادي، أنا سبيل المجد من بدء الأيام، الناس تشهد لي ويشهد لي جهادي. دستور القرآن وقانون ونظام وسنة نبي الله خير الأخيار. أمشي على الدنيا وأنا رافع إلهامي، دام عزك يا إمارات. دار زايد دارها رافع بنيانها، مجدها دائم إلى يوم الميعاد. راسخة مثل الجبال أركانها، في ثراها العلم مرفوع العماد. الكرامة والشرف عنوانها، واسمها عن كل ما يقولون زاد. جمالها واضح وله علامات، هي حديثة بين البلدان وحاضرة دائما في كل مكان وزمان وأوان. أرضها بوصل وعنوان، ومجمع بني الإنسان
من كل شكل ولون ومكان. أسسها زايد وقال آل نهيان رحمه الله: وحدها بالخيرات والعمران، عزها راشد يتصان، خليفة بعد خليفة ضمان، والقاسمي سلطان مبدع وفنان. شعبها معروف بالكرم، ونال السعادة والسداد. وفي سفينة محمد ربانها، عاش خالد ابن محمد زعيم للبلاد. له سياسة ثابتة بفكر وسداد، الوطن والشعب عنوانها، فرسانها شجعان، واخدين بلادهم بالأحضان. تطلع عليها الشمس أمان، يعم خيرها ونورها يبان. في دبي والشارقة وعجمان، الورد طالع على الأغصان. في أبو ظبي وأم القوين هيمان، وما ننسى الفجيرة وراس الخيمة، النور بيبان. وأهلها للخير برهان، وأدب وكرم وحنان. وله ننهي بعيد وجينا نهني بعيد، من الأعياد القصايد لجديد وأوزان. وفي ختام الكلام أهمس أنا دائما في أذن الزمان قائلة: وطني، فالوطن هو الروح. وطني يا أرض الأحفاد والأجداد، وطن نبض قلوبنا فيه، وداخل أرواحنا عاش. نحميه بالدم والروح، ونبدل له الغالي والنفيس، راجين من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وكل بلاد المسلمين، وأن يعم السلام والوئام، وأن ينشر الزهور على درب الغد، راجين من الله أن يحفظ سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على خير العدنان. سلام عليكم. عليه الصلاة والسلام. شكرا لك أميرة على كلماتك التي خرجت من القلب إلى القلب. والآن يا جماعة الخير، اسمعوا واسندوا ظهوركم، فالعز الذي نسمعه هذا اليوم ما هو كلام عابر ولا صوت عادي. الآن سيتقدم الذيب بصوته الذي يعرف دروب الفخر، وبحروف تعلمت مثل علم الإمارات في سمعها. تفضل يا ذيب، حياك الله. ببسم الله أنا أبدأ كلامي، ببسم الله أنا أبدأ كلامي، وفي الشعر أنقي الحرف السامي. أهنئ الإمارات بلد الثاني من مصر، بلد الأهرامات، إلى دولة الإمارات، بلد السبع دانات. دمت شامخ يا الإمارات عالسحايب والقمم، والعلم يرفل بعزة يا وطننا في السماء. سبع دانات فريدة وبينها يرف العلم، بفضل الله وفضل شيوخنا أهل الحمى. أبتدي بدار الظبي، دار المعزة والكرم. أبتدي بدار الظبي، دار المعزة والكرم. دار بو خالد شيخ الطيب دارا معظمة، ذا محمد ابن زايد اللي اعتلى راس الهرم. منا بعيوده سقى كل واحد صاب الظما. من دبي أرض التطور اللي لفاها يبتسم،
جوهرة ما دام براشد بناها بنظمة. دمت يا محمد بن راشد يا مصدر للعزم، ما تعرف إلا الرقم واحد ولك يتقدمه. وشارقة الأمجاد تشرق بالثقافة والعلم، من فضل شيخ كريم لتطورها رمى. القاسم سلطان بالحكمة تعلى عن نجم، بالعدل والحق نهجه دائما بيحكمه. دار عجمان الأبية بالمعاني ترتسم، شيخها حميد السحابي اللي على صحاريها هما. أم القوين الحضارة والشهامة والشيم، ونهجها سعود المعلى للتفوق يرسمها. ودار راس الخيمة اللي غنت بعزف النغم، تشهد أفعالها سعود القاسمي عالي النما. وفي الختام أختم قصيدي بالفجيرة والنعم. ديرة الشارقي حمد راعي الوفا والمغرمة. في الختام أختم قصيدي بالفجيرة والنعم. ديرة الشرقي حمد راعي الوفا والمغرمة. السلام عليكم. صح الله لسانك يا ذيب، وشكرا لصدق مشاعرك. والآن نبقى مع حاتم الشاعر الذي سيتقدم ليهدي الوطن أبياتا تنبض بالولاء وتشتعل عشق، وتقول للعالم أن الإمارات ما هي إلا وطن فقط، بل هي قصة مجد لا تنتهي. استقبلوا معي حاتم الشاعر الذي جاء يحمل للشعر مهابة، وللإمارات محبة، وللأذن لحن من الفخر ما يشبه أي لحن آخر. حياك الله، تفضل. الله يحييك ويطول عمرك، يا أهلا بكم جميعا بهذا اليوم المميز في طليعة الاتحاد الإمارات العربية المتحدة دائما. حياكم الله. فنقول بمناسبتها دائما الوطن، دائما نقول على الوطن احنا عليه نغير، ومثل ما غيرت عليها الأوطان ما يوم سحرها بيها عليها يغير. الإمارات ولد زايد فارسها منه طفل صغير، وعليها تغيرت الأقدار من عند الله صاحب التدبير. سبحان الباري من غير الأخيار، وخلى فيها سحرها دار زايد تغيرت وتعلمت للعالم بكل الأوطان. التزايد بكثر العيون، وعيالها ما يوم يشيلون الفخر بيها وتزايد. مثل علم بيرق يعانق السماء ببيرقه، ولا تغير عليها نفوس. وادخل فيه كل من خلى فيها زعلان. أرضت شعوب العالم بخيرها دار زايد وعز الأوطان. من فخركم عز المبادئ، تكمل بكم المعاني وعز الألوان. سلامتكم. الله عليك. صاحب دنكم. والآن نفتح للروح مساحة، وللإحساس طريق، وللوطن نافذة يمر منها صوته العالي. تتقدم حوري بحضورها الهادئ وصوتها الذي يعرف كيف يلامس المعاني ويحرك القلوب. تتقدم لتقول شعرا ليس كأي شعر، شعرا يليق بالإمارات، بدار زايد، ببلاد صنعت مجدها بيد ورفعت رايتها بقلب. فاستقبلوا حوري، استقبلوا الكلمة حين تكتسي بالعز، والقصيدة حين تختار الإمارات بيتا لها. حياك الله جوري، تفضلي، كلنا آذان صاغية.
إن شاء الله. تفضلي حوري، حياك الله. ممكن موسيقى؟ لا من عندي حط. تكرم عيونك، بحط لك. تكرم عيونك. تمام. يا إمارات الخير، يا دار السلام، يا نبض القلوب ويا غاية الأحلام، شعبكم كريم والوفا بيكم دوم، من أبو ظبي للديرة نوركم يلم، دبي الغالية برجكم عالي بالسماء، وشوارعكم تمشي بين الزهر والبهاء، الطيبين عدكم دوم يحسون بالهناء، وأرضكم كريمة ما تشوف الدنا، يا دار العز يا وطن الوفاء والأمل، حبكم بقلوبنا مثل الذهب المثل، كل عيد وطني نفرح بيكم من قلبنا، ونرفع راسنا بيكم يا نجوم السماء، دوم تبقون رمز للوحدة والشموخ، والعلم يرفرف عالي والفخر موثوق، يا إماراتنا الحلوة يا دار السلام، يبقى حبكم بقلوبنا مثل اسم السلام. حياتي للإمارات. شكرا لكم. صح الله لسانك، أبدعتي. والآن نستقبل حضوراً يعرف طريق الكلمة ويعرف كيف يرفع المعنى مثل ما ترفع الرايات. يتقدم عبود بخطوات واثقة وبصوت يحمل من الهيبة ما يكفي ومن الإحساس ما يشعل السامعين. عبود اللي ما يقول إلا كلام موزون ولا يحكي إلا بما يليق بالمقام والمناسبة، فدعونا نفتح له المساحة ونسمع منه الكلام الجميل عن الإمارات. تفضل عبود، حياك الله. الله يحييش يا عشق، منورين جميعا. 2 ديسمبر ميلاد الإمارات العربية المتحدة، بلاد اللي نحبه ونغليه ونغلي ناسه وأهله. وكل عام والإمارات بخير، حكومة وشعب وأرض، والله يديم عليهم أمنهم وأمانهم. أنتي ومن بد المخاليق بالذات، أشتاق لش بالثانية والدقيقة، في شوفتك كل الأماني خرافات، وبحضرتك كل الأماني حقيقة. لا سكت، شفت شغلتي حاجة؟ لا أنت خلصت عبود؟ باقي كان بس تفضل أكمل. حبيبة الدنيا يا كل الإمارات، 7 حدائق تجمعت في حديقة واحدة. شكرا. حياك الله وصح الله لسانك. والآن نذهب إلى فاصل مع ريهام قبل ختام فقرتنا. تفضل ريهام. إماراتي وراسي في السما مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع. إماراتي 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 وكل فخر إماراتي، إماراتي وراسي في السما مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي وراسي في السما، إماراتي واسمي بالفخر
وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرتنا اليوم، فقرة امتلأت بالحب، بالتهاني، وبصوت الفخر الذي يجمع قلوبنا في هذه المناسبة العزيزة. شكرا لكل من حضر، لكل من شارك بكلمة، بتهنئة. شكرا لوجودكم الذي زاد الاحتفال جمالا. مبارك للإمارات، هذا الوطن الذي نستمد منه العزة والفخار، ونراه كل يوم يكبر إنجازا ويعلو مقاما. كل عام والإمارات بخير، وكل عام ورايتها ترفرف عالية فوق السحاب. وعد منا أن نلتقي بكم في فقرة جديدة أجمل وأقوى، وتحمل لكم الفرح والمتعة كما عودناكم دائما. إلى اللقاء، وإلى لحظة قادمة تجمعنا على حب الوطن. كنتم معكم أنا عشق على مدار ساعة. كل عام والإمارات بألف ألف خير، وإلى أن نلتقي مجددا في حفظ الله ورعايته.